السلام عليكم استاذ ابو تقى، شلونكم وشلون صحتكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير وصحه وسلامه. استاذ ابو تقى، انا دزلك هذا المقطع الصوتي ردا على استفساراتك اللي دزيت لي اياها، وكلمه حق تقال لا اكثر ولا اقل. والله يشهد على كل كلمه اقولها. بالنسبه للاخوان حتى يعرفون من المتحدث، انا مرتضى فاز النقيب من ابناء كربلاء المقدسه، وحاليا عملي الحالي معاون متوسطه المشارق. سابقا كنت مدير متوسطه المشارق، عفوا مدير متوسطه الحسين. للامانه والكلمه الحق، والله يشهد على كل كلمه اقولها، ومحاسب تجاه رب العالمين وتجاه اي شخص. متوسطه الحسين تم افتتاحها سنه 22 23، اول سنه دراسيه. عدد الطلاب الكلي 54 طالب، 37 طالب منهم ايتام يجون من مدارس الامام جعفر الصادق اللي هي اصلا تابعه السيد مرتضى القزويني. هاي الابتدائيه مختلطه بنين وبنات، البنين يجون للمتوسطه كفالتهم تستمر، والبنات يروحون الثانويات الصالحات. اليتيم يتكفل من ناحية الملبس، من ناحية الخط اللي يوديه ويجيبه، قرطاسية الدراسية، مستلزمات من المدرسة تتوفر على أتم وجه. هذا كل ما يدور حول الأيتام. أما عدد الطلاب الغير أيتام 17 طالب. احنا القسط مالتنا 1,300,000. اغلب الطلاب كلهم طالبوا تخفيض، لان اغلبهم اجوا من يعني من المنطقه المجاوره اللي هي الجمعيه، فمن باب حق الجار فكان لهم تخفيض وموجودين ومعروفين. اذا تحبون اسمائهم اللي يسكنون بالجمعيه يعرفوهم، بس يعني حفاظا لخصوصيتهم ما اذكر اسمائهم. كله موجود بالمدرسه. اذا اي شخص يتفضل ويتكرم علينا يحضر للمدرسه حتى يشوف بعينه، يشوف الواقع، يسال، يستفسر، يشوف سجلات، اي شيء يعجبه. احنا هدفنا الاساسي كلمه الحق واحترام شيبه هذا الرجل اللي كل عمله الله يشهد للايتام وخدمتهم. انا اسالكم بالله، الطو قطعه ارض سواها مدرسه، يعلم الله اللي انصرف على انشاء المدرسه اكثر من 150 مليون تجهيزات. اللي طب لنا هالسنه اذا نريد نحسبها على 17 طالب هو 20 مليون. اقسم لكم بالله رواتب الكادر التدريسي وانا مسؤول على تنظيمها 13 مليون شهريا. احنا 13 مدرس، عمال خدمه اثنين، موظفات خدمه اثنين، وثلاث حراس ومعتمد وسائق. اقسم بالله 13 مليون شهريا. هل 20 مليون سنويا تغطي هذا الرقم؟ احنا هاي السنه اللي صرفناه اكثر. اذا رواتب انتم ان شاء الله كلكم عقلاء وعندكم المعلومه الكافيه، حسبوا 13 مليون في 10 سنه، في 10 اشهر دراسيه، واضح الرقم عندكم 130 مليون. هل هال 20 مليون تعتبر مورد مالي للسيد مرتضى القزويني؟ الاجابه جنابكم وتفكيركم العاقل والراجح ان شاء الله. انا اتمنى من الناس الخيره، الاشخاص الطيبه المؤمنين المحسنين، يتفضلون للمدرسه. باب المدرسه مفتوح لاي شخص يحب يسال، لاي شخص ياخذ قوائم اسماء الطلاب كلها، ال 37 يتيم، يختار اي اسم هو على مزاجه، يقول لي انا اريد اتصل به، اريد اساعده من باب الاحسان، يساله، اعطيه عنوانه، يروح له يشوف يطلع عليه. احنا كفاله الايتام من الروضه توصل للجامعه. احنا المفروض المتوسطه هاي السنه بتكون باكوره نجاح حتى تصير اعداديه يستمر كفاله اليتيم. اللي صار واجهنا بعض من الناس اللي ما عندهم معلوماتهم قاصره، ما نقول غير شيء، والله يجازيهم الخير بكل الاحوال. نتكلم الكلام مو حقيقي. احنا نتمنى منكم يا اخواننا، يا ناسنا، يا مؤمنين، تبحثون عن كلمه الحق، مو كلمه الغيبه، كلمه العقل الجمعي. انا خاطبكم مو موظف، الله يشهد انا اشتغل باجره هناك، بس من تعيشون ويا كفالة الأيتام والطلاب الأيتام والله نفسيتكم تتغير، تفكيركم حتى يتغير، لأن أنت كل تفكيرك وكل تعبك وكل جهدك رضاة لرب العالمين وقربة إله، بغض النظر عن أنت الأجور اللي تستحقها جراء الخدمة اللي تقدمها، خدمتك اللي تعبت عليها بدراستك. فيا ناس أدعو من عندكم يا ناس يا طيبين. وأشكر أستاذ أبو تقى جزاه الله خير، تواصل وياي واستفسر عن هذا الموضوع وحب يحصل إجابة صحيحة، والحمد لله واشكر أنه سألني وأنا من ضمن هذا المكان وعندي معلومة. بخصوص توضيح العقد، اتصور اغلبكم يفهم الكلام الموجود بالعقد ووضعيته، يعني اذا كان ما يخدم الدين او المذهب افضل من مدرسه ايتام ما اعرف. احنا كفاله الايتام اتكفله وما يكمل دراسته، حشاكم يظل بين الشوارع، لو تلقاه بتقاطع، لو تلقاه هاي يستجدي. هاي الكفاله احلى شيء. احنا اي شخص، احنا عوائلنا اهاليتنا يقول لك كل شيء سوي الا دراستك لا تعوفها. يعني افضل شيء قدمه هو لليتيم زيد مرتضى انه حافظ على دراسته، وصله، يعطيه شهادته بيده، يقدر يتعين، يقدر يتقدم لاي مكان، هو عنده شهاده رصانه، فشي يقدر يتحدث به عن نفسه وعن تعبه اللي بالسنين. جزاهم الله خير. اكو احد الاخوان، يعني انتم ما تعرفون، بعد ما صدر هذا الموضوع على المتوسطه، الله يشهد اجت عوائل محروق قلبها، قالوا احنا اذا صار شيء على المدرسه وين نودي ابنائنا؟ احنا من الروضه لحد هسه انتم متكفليهم بالماكل والمشرب والكسوه والراتب الشهري مالتهم، اذا انقطع هذا منو يفيدنا؟ احنا فلان، ما اريد اذكر اسماء وتصير غيبه، فلان يصير او فلان يتكفلهم، هم ما حد يسال عنا احنا. الله يشهد والله هم القاسمين، قالوا احنا اقاربنا والله ما حد ما يدري، لا خال لا عم، انتم اللي تقيمون بواجب الاب والاخ والاخت. فيا اخوان ادعوكم، وانا بالمره يعني اكثر من مره شكرت من استاذ ابو تقى لان قلبه محروق، تواصل وياي يستفسر وراد اجابات، وان شاء الله اقدر يعني اعطيتكم اجابات صح مختصره، وعذرا على طالع. بس انا ادعوكم دعوه اخ صغير، باب المدرسه مفتوح، تفضلوا الها. تحبون اسماء الطلاب، تلتقون بالطلاب، تحبون قوائم اسماء انتم تختاروها من ال 37 طالب.
تواصلوا وياهم، قول لهم صدق انتم هذا شنو دا يعطوكم فلوس، لا عاد تدفعون. واللي يريد عمل الخير والمعلومه الصحيحه وكلمه الحق ما اتصور هذا الشيء راح يتعبه او ياخذ من وقته، لان باعتبار كلمه حق تقال يعتبر جهاد هذا. فجزاكم الله خير وشكرا لتعاونكم، وعذرا على الاطاله مره اخرى، ويا ريت اكون قد قدمت لكم شيء مختصر عن المدرسه او المتوسطه، وجزاكم الله خير بكل الاحوال، وعذرا على الاطاله وشكرا لاستماعكم.